السلام عليكم ورحمة الله. إلى الحكومة الشرعية وجميع الأطراف في اليمن، السلام أقرب الحلول. الحرب قاسية ومؤلمة ونتائجها غير معروفة. الحوار بين جميع الأطراف من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن وخدمة الشعب اليمني هو الطريق الوحيد والصحيح للتكفير عن ذنوبكم جميعا. أمريكا مهما حصلت على تنازلات ومكاسب كبيرة فإنها لن تتورط في حرب واسعة مع صنعاء من أجل سواد عيونكم. الاستراتيجية الأمريكية الحالية قائمة على إنهاء الحروب في منطقة الشرق الأوسط وحماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب والحد من نفوذ جماعة الحوثي في اليمن والمنطقة والضغط عليها للجلوس إلى طاولة الحوار. هذه هي الاستراتيجية الأمريكية القادمة مع اليمن. لذلك عليكم جميعا أن تجتمعوا وتوحدوا كلمتكم وتنهوا هذا العبث وهذا الصراع المقيت وتحققوا للشعب اليمني الذي وصل إلى مرحلة مؤلمة من الفقر والجوع والمهانة بسبب غبائكم وحماقاتكم. رمضان قادم، ماذا ستقدمون للشعب اليمني عندما كل طرف يحشد من أجل القضاء على الطرف الآخر؟ التاريخ سيحاسبكم جميعا. لك الله يا شعب اليمن 10 سنوات وأنتم صائمون بلا طعام سوى وجبة واحدة في اليوم إن وجدت. ماذا قدمت الحكومة الشرعية وبقية الأطراف للشعب اليمني خلال 10 سنوات سوى الخراب والدمار والقتل والفقر والجوع والبؤس والانهيار الاقتصادي وانعدام الخدمات والموت البطيء؟ لم يقدموا أي شيء يذكر. لا يزالون حتى هذه اللحظة يدورون في حلقة مفرغة. لم يقدموا أي شيء للشعب اليمني سوى الأزمات والمآسي والفقر والجوع، وهم جميعا يتنعمون بالمليارات وبالأموال وبالقصور وبالفنادق. اتقوا الله، رمضان قادم، والشعب اليمني الجائع الصائم منذ 10 سنوات سوف يتوجهون للدعاء عليكم جميعا. إذا لم تخرجوا من هذا المأزق، إذا لم تحققوا الأمن والاستقرار والسلام في اليمن، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على اقتلاعكم جميعا. أخيرا يقول ابن خلدون: إذا دخل الفساد الدولة وتآكلت مؤسساتها أصبحت فريسة سهلة للانهيار. والحكومة الشرعية مع الأسف غارقة بالفساد والفوضى، ولا تجد حلا ولا مشروعا سياسيا للخروج من هذه الأزمة، ولا تملك الشجاعة الكافية للاعتراف بالفشل. الحقيقة المطلقة: الحكومة الشرعية فقدت سيادتها الفعلية لصالح قوى متعددة تحكمهم جميعا أو تقودهم جميعا المصالح الشخصية والمناطقية فقط، ولا يهمهم مصلحة الشعب اليمني ولا بناء الدولة اليمنية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.